وحشتوني جدا. عاملين ايه؟ حاجه تحير في الشارع، ممكن تعمل ايه والناس هيكون رد فعلها ايه؟ الشباب دلوقتي محتاج يحكي، بس هل لما تجي لهم الفرصه يحكوا هيجي لهم جرأة ان هم يتكلموا ولا هيتكسفوا يا جيمي؟ لا طبعا هيتكلموا، وعشان كده النهارده وفي سوهاج هننزل في الشوارع وسط الناس وهنسألها، بس الشاطر والجريء اللي هيعرف يجاوب. يلا نشوف. ايه الاخبار؟ كلها تمام. ايه الحلاوه دي يا عم؟ اولا احنا بنصور زي ما انت شايف الكاميرا هناك. ثانيا انا كيرو. شرفت بيك. المايك تقربوا منك وتعرفنا بنفسك، اسمك وسنك. اسمي احمد حظوظ. احمد حظوظ، يعني اقول لك يا حظوظ. حلوه حظوظ. حلو الشهره ده. حبيبي ربنا معلش وقفناك وناخد من وقتك. هو كان في سؤال بس محيرنا شويه، ان الاهل حاليا شايفين ان لما يدي بنتهم العريس جايب لها ذهب قليل او ذهب رخيص، البنت هتفضل رخيصه في عينه طول عمره. ايه رايك في التفكير ده وايه رايك في الاهل دول؟ والله احنا ماشيين على عادات وتقاليد هنا في عامة في جنوب الصعيد كله، ان هنا البنت بتتقل بالذهب بمعنى صح، او بالفلوس. البنت بتتقل في الصعيد بالذهب. طب انا عندك مثلا في هنا كمان في حاجه اسمها العلبه دي بتاخدها. العلبه دي بتبقى مليانه ذهب. بيقدموها علبه حظوظ. العلبه دي بتبقى مليانه ذهب. العلبه اللي بتتملي ذهب في الصعيد. اصل انا دي في الجهينه، وفي ساجولتا برضه في حاجه اسمها تربيه. ساجولتا بياخدوا حاجه اسمها تربيه برضه في حدود 25,000 حاجه زي كده. دلوقتي العلبه اللي انت بتحكي عنها دي، تعالى كده شويه بعد اذنك وبص على الكاميرا. دلوقتي العلبه اللي انت بتحكي عنها دي لو انا مرتبي 1000 ولا 1100 ولا 1200 هجيب ازاي العلبه اللي انت بتحكي عنها دي؟ والله يا وانا اسال سؤال بس بسيط يعني، هو انت هتتجوز ليه اصلا؟ ليه حظوظ التشاؤم ده؟ لا انا خاطر على فكره انت وبحبها وهتجوزها، بس مش لازم عشان اكون بحبها وهتجوزها ان اجيب ذهب ب 100 او 150 الف. انت هنا في الصعيد. يعني الصعيد عاداته وتقاليده قصدك في كوم؟ في كوم، والصح والواقعي في كوم تاني. بالظبط. بنضغط على نفسنا عشان نجمع فلوس عشان خاطر ايه؟ يا ربنا يكرمنا بزوجه صالحه، بس ما فيش يعني. هو احلى كلمه قلتها ان الزوجه الصالحه بجد بتبقى احلى واهم من اي حاجه. وعامه احنا هنا في الصعيد احنا مش بنبص على مبدا الفلوس قد ما بنبص على تربيه الشخص اللي قدامنا، اللي هو اشتري راجل وما تشتريش راجل. لكن الفلوس دي اللي وراه. الاهل بيبصوا لها ان بعد كده بنتي مش هتتعب، بنتي مثلا لو عيت او تعبت نفسيا هيحبها، هيبقى مخلص ليها. بالظبط كده. يعني خدهم فقراء يغنيكم ربنا هيفتحها عليكم بعدين، بس اهم حاجه تختاروا صح. اخر حاجه تحب تقول ايه للي بيفكروا غلط وعايزين شوال ذهب؟ ارحموا الشباب، مش هقول اكتر من كده يعني. ارحموا الشباب. بتشرف بيك. مصطفى. الكاميرا بتصور هنا. مصطفى تمام. اخبارك ايه؟ خير الحمد لله. مش هناخد من وقتك كتير، بس هو في سؤال معانا محيرنا شويه. بيقول لك ان الناس شايفه ان البنت اللي اهلها بيطلبوا مهر رخيص جوزها بعدين بيشوفها رخيصه طول عمرها. الكلام ده يمشي معاك ولا ما يمشيش؟ لا طبعا، فكره سيئه. فكره سيئه ليه يا درش؟ انا اقول لك فعلا لما انت تجيب لها مهر قليل يبقى انت مستخسر فيها اي حاجه. لا لما انت معاك فلوس كده. رايح تجيب لها ليه مهر قليل؟ اكيد هتفضل رخيصه في عينيك طول عمرها. مش كده. انا اقول لك الفكره فين. الفكره مثلا ان انا كشاب، تمام، طبعا انت عارف ظروف الشاب وظروف الشباب، معظمنا في ناس مش لاقيه شغل والجو ده. فانا ممكن اللي هو ايه، ممكن مش لاقي شغل البنت ولا مش لاقي حاجه تروح جايب لها ذهب ب 20 30 الف بدل 100. معظم في ناس بتفهم في الاصول، يعني بتتقل بالاصول. مصطفى ان الموضوع ليه علاقه بالاصول، الموضوع والاحترام، ان هو يقدر ظروفك. مصطفى مش قادر يشتغل شغلانه ب 10,000 في الشهر، يبقى مش هيقدر يجيب ذهب ب 100,000. بالظبط. اخره هيجيب ذهب ب 20 30 الف لانه مرتبه 1000 جنيه او 1000 ونص في سوهاج، فمش قادر فعلا. فهي المساله بتتكلم في حسبه تقدير الاب للزوج او اللي شاري بنته بجد.
طيب تحب تقولي بقى اخر حاجه للي بيروحوا ويطلبوا دول كتير، لما أحب العريس أقول بيروح بيقولوا له عايزين وعايزين وعايزين، لا، أحب تحب أقول- تنصحهم ان هم ايه بقى؟ احب اقول للاهل انهم يشتروا الراجل وما يشتروش فلوس الراجل الله بس. الله الله يا مصطفى، بجد بجد الجمله دي يعني يمكن انت كام سنه دلوقتي؟ انا 20. 20 سنه، لكن الله عليك الجمله دي ما تتقلش بذهب، يشتري الراجل ما يشتريش فلوسه. في ناس شايفه ان البنت اللي اهلها ما بياخدوش مهر كتير بتبقى في عين جوزها رخيصه، انت راي حضرتك ايه؟ والله بص، هو موضوع المهر ده بيختلف من شخص للتاني. تمام، ممكن انا لو معايا بنتي اشوف شاب ان انا متوسم فيه ان هو شاب كويس وخلوق، ممكن. بس الكلام اللي حضرتك بتقوله ده اللي فرضه على الناس هو الواقع اللي احنا عايشين فيه، انه الناس شايفين ان هم مش بيطمنوا على بناتهم، شايفين الشباب ما بقاش قد المسؤوليه، ده اللي خلى الناس تتبنى النظريه دي. بس مفيش مراعاه للظروف او حال الشباب اللي هو بيمر. معلش، مراعاة للظروف، انا مش فاتح جمعيه خيريه، ده بنتي، فاهمني، وبنتي غاليه عليا، فانا لازم برضو اشوف الواقع اللي قدامي، اشوف الواقع اللي حواليا، لازم اشوف ان الشاب ده مجتهد وبيحاول يبني نفسه وبيحاول يكون نفسه بشكل كويس عشان اديله بنتي وابقى مطمن عليها. انت شايف ان كلام الناس ده صح والاهل التفكير ده صح؟ هو مش صح 100%، مش صح. بص انا بكلمك على رأيي الشخصي، انا لما اتجوزت اتكلمت مع نسايبي وقلت لهم انا مش عايز منكم ولا حاجه، انا عايز العروسه بشنطه هدومها. هم سمعوا منه واتبسطوا، لكن جابوا لي حاجات كتير اكتر من ان انا كنت هطلب. تمام، انا في رايي ان انا لما اجي اتجوز بنتي في المستقبل ان شاء الله، العريس اللي انا هوافق عليه او هرتضيه لبنتي هقول له انا مش عايز منك ولا حاجه، الذهب ده هديه منك للعروسه، العفش اللي هتجيبه ده هتجيبه في بيتك، لكن اللي انا هتكلم فيه هو القايمه اللي هي دي بتضمن حق البنت. تمام، ده رايي الشخصي. تمام، رؤية نظر برضو، وانت كلامك صح وفرصة سعيدة. اسم حضرتك ايه؟ انا باشا احمد السمان. شرفت بيك، فرصة سعيدة استاذ احمد، شكرا شكرا. في ناس شايفة ان البنت اللي اهلها ما بياخدوش مهر كتير بتبقى في نظر جوزها رخيصة. ها، قلتك ايه بقى انت؟ مش مهر كتير. ما بياخدوش مهر كتير عليها، فبتبقى بعد كده في نظر جوزها رخيصة. ايه رأيكم؟ لا ملهاش علاقه. هي دي عقليات قديمه اصلا والموضوع انتهى اصلا، فاهم؟ اللي هو مهر قد كده وبنت فلان جالها قد كده فلازم تبقى، دي عقليات قديمه والموضوع خلص. تقديرك ليها بينك وبينها غير الحاجات دي كلها شكليات ومنظره وبتاع. يعني الفكر ده لو من الناس او من الاهل فهو فكر خاطئ. طبعا خاطئ 100%. كده هي تلعب تتباع وبيجي واحد اللي بيدفع اكتر هو اللي بيشيل. ملهاش علاقه خالص باللي انت بتقوله. ده هو كده هيبقى شايفها ان انا مديكي مهر زياده، يعني فاهم الموضوع بقى عكسي، مش ممكن. يعني هيبص لي انا دافع قد كده بينه وبين نفسه، حتى لو مش لازم هيصارحها بكده، هو حاسس كده، فاهم؟ مفيش بقى ان هو لو كان ظروفه بقى والمهر كان قليل فتبقى تبان في نظر الكلام. شريك واللي عايزك مش هيفرق معاه ده كله اصلا، وانت هتقدرها فاهمني؟ طب لو هتقول نصيحة او رسالة للناس اللي وصل لها الفكرة كده هتقول لهم ايه؟ الموضوع ده انتهى اصلا من 100 اكتر، كفايه يعني. انت بتشتريها هي بنت ناس وبنت اصول انت عايزها هي، ما غركش الفلوس. ده الكلام على ابوها وعلى امها برضه، الموضوع ده بيبقى نابع من الاهل اكتر من الجوز، الزوج مش عايز يدفع فلوس اصلا، فاهمني؟ فالابات والامهات يعني طلعوا الفكره دي قديمه راحت عليها يعني، وربنا يصلح الحال يعني. خير، شكرا يا جماعة، فرصة سعيدة، شرفت.